السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون كلها بخير وعلى خير. كي درتو مع سيدنا رمضان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نحضر معاكم بريوات بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه وبنينه، ما تشبعوش منها، وحشوه اقتصاديه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك، كذلك من تشجيعاتكم ليا، خليوا لي تعاليقكم الجميله وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المكونات وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. هنا على نار متوسطه كنضيف القليل من زيت الزيتون. صافي غادا نضيف لهم بصله كبيره مشلضه وفلفله حمراء. كنخليهم يتشحروا مع بعضهم، كنضيف لهم التوابل، شويه ديال المليحه، معلقه صغيره ديال الكمون، القليل من بودره ديال الثوم، ومعلقه صغيره مع مراش من الكركم. صافي وكتضيفوا لهم شويه ديال الصلصه الحاره الا كتعجبكم، والقليل من الابزار او الفلفل الاسود. كنزيد عليهم واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين. صافي وكنخليهم حتى كيتشحروا لينا. من بعد هنا كنضيف الزيتون اخضر مقطع واللب ديال نص حامضه. عرفتي راه كيعطيونا واحد المذاق وواحد اللذه، ان شاء الله تجربوهم اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي هنا من بعد ما تشحرت لينا ديك البسيله مع ديك الفلفله، كنضيف هنايا قزبور معدنوس تقريبا واحد المعلقه كبيره، يعني كنخليه حتى لاخر مرحله عاد كنضيفو. صافي كنخلط الكل وكنضيف ليهم الشعريه الصينيه. هنا استعملت شعريه ديال الارز، استعملت وحيده ونص. صافي كنخلط الكل حتى كتجانس لينا ديك العناصر مع بعضها. صافي وهنايا غادا نضيف لهم 3 ديال البواطات ديال الطون صغار. وغادا نخلط الكل. صافي وغادي نخليو هاد الحشوه ديالنا حتى كتبرد تماما، عاد كنبداو نعمرو بها البريوات. صافي هنايا كناخد دوك الورقات ديال البسطيله. بالنسبه للورقه كنستعمل اخواتي هاد النوع هذا هنا، حيت هاد الورقه كتكون شويه يعني صغيره، فكنقطعها هكا بهذا الشكل هذا وكنلاقيهم مع بعضهم. كندير جوج ورقات بشكل طولي وكنلصقهم شويه بابيض البيض باش كتجينا ديك البريوه هكاك يعني عامره، وكتجينا البريوه ديالنا زوينه. صافي هنا كنوضع ديك الحشوه وغادي نبدا نشكلهم على شكل بريوات. تبارك الله الاخوات كلهم كيعرفوا يطويو البريوات. صافي كنبدا هنايا كنحاول نثبت ديك الحشوه وما تزيروش عليهم، ما تجيناش ديك الحشوه عامره يعني لحد في القد باش ما يطرطقوش لكم في القلي. انا اخواتي كندهنهم بابيض البيض، يمكن لكم تعملوا حتى الدقيق والماء، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. صافي وكنسد البريوه ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نعاود معاكم وحيده اخرى.
كيف لاحظتوا معايا، يعني كنوضع ديك المعلقه ديال الحشوه وكنبدا نلف. صافي هنايا غادي نبقى حتى غادي نكمل ديك الكميه اللي عندي. من بعد كناخذ مقيله كنوضع فيها الزيت، كنخلي داك الزيت حتى كتسخن لينا مزيان. ملي كنبغيو نوضعوا البريوات ديالنا كنقصوا من ديك درجه الحراره باش هكا ما يتفرقعوش لينا، وكنخليهم حتى كيبداو يتحمروا. صافي هنا كيف قلت لكم، من بعد ما كيبداو يتحمروا لينا من الاسفل عاد كنقلبوهم الجهه الاخرى وكنخليوهم حتى كيطيبوا لينا. كيف كتلاحظوا معايا صافي كنزولهم ملي كيتحمروا وكنوضعهم في واحد الورق باش يشرب لينا داك الزيت. هنا الا بغيتو تدخلوهم للفرن يمكن لكم تعملوهم حتى في الفران، كدهنوهم بالزيت وتدخلوهم للفران حتى كيتحمروا ليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لايك، كذلك تشجيعاتكم ليا وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. هذا هو الشكل ديال البريوات، راه كيجيو لذاذين وبحجوه اللي هي بنينه ما تشبعوش منها. انا غادي نوريكم الشكل ديالهم من الداخل كيف كيجيو مقرمشين ولذاذين. وخليت لكم راحة الله، ونشوفكم إن شاء الله في وصفات مقبلة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.